في الفيديو ده هنلخص السيشن اللي شرحتها من كورس تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مؤسسة آل عابدين. السيشن كانت بتتكلم عن الايمج جنريشن والبرومبت انجينيرنج، واللي فيها اتعلمنا ازاي نستخدم الاي اي بطريقة صحيحة، وازاي نولد صور باستخدام الذكاء الاصطناعي. وعملنا فيها مشروع صغير، هو اننا عملنا قصة باستخدام الذكاء الاصطناعي. الاول احنا عايزين نعرف يعني ايه ايمج جنريشن. الايمج جنريشن او توليد الصور هو ببساطة ان احنا نعمل صور باستخدام الذكاء الاصطناعي. الصور دي بنعملها عن طريق حاجة اسمها البرومبت هو أي نص بندخله للذكاء الاصطناعي أو أي نموذج لغوي، بس إن إحنا ناخد منه استجابة أو رد معين. أول هنتعلم شوية بيزكس إزاي نكتب برومبت صح وإزاي نكتب برومبت قوي، وبعد كده هنبدأ نطبق مع بعض الموضوع عملي. أول شوية طرق لو إحنا استخدمناهم وإحنا بنبني البرومبت بتاعنا هنضمن إن البرومبت بتاعنا قوي وهيقدر يوصلنا للحاجة اللي إحنا محتاجينها. أول جزء وهو البرسونا. البرسونا دي هو الشخصية أو الدور اللي انت عايز الاي اي يكلمك بيه او يديك الرد بيه. مثلا كلمك على اساس ان هو خبير تسويقي او على اساس ان هو مدرس رياضة. تاني حاجة عندنا وهي الكونتكست هنا هو السياق او المعلومات عشان بناء على المعلومات دي يرد عليك. تالت حاجة عندنا وهي التاسك، وهي دي اللي محدش فيكم بينساها، وببساطه هو الطلب اللي انت عايز الاي اي اصلا يعمله، زي مثلا انه يكتب لك مقال من 200 كلمه او يحل لك معادله. بعد كده عندنا حاجه اسمها التون، وهو النبره او الاسلوب اللي انت تحب الاجابه تكون بيه. انت مثلا عايزه يكتب لك ميل رسمي فانت بتقول له يكلمك بطريقه رسميه، ممكن تكون عايزه يكلمك بطريقه فكاهيه او مثلا بنبره تحفيزيه او كده. بعد كده عندنا حاجه اسمها الاكزامبل دي هي انك بتديله امثله على الحاجه اللي انت عايزها. يعني انت مثلا لو واحد زي حالاتي صانع محتوى، فانت ممكن تديله مثلا سكريبت طريقتك انت وتخليه حاجه الطريقه دي، وتديله امثله على الحاجات على طريقه كتابتك او الحاجات اللي انت بتكتبها. اخر حاجه عندنا النهارده وهي الفورمات. في الاخر انت عايز الناتج اللي يكون طالع لك ده يكون عباره عن ايه؟ يكون مثلا عباره عن نقط، ولا يكون جدول، ولا يكون نص مثلا فقره او باراجراف او حتى كود برمجي. فانت هنا بتديله الناتج اللي انت متوقع انه يخرج لك. فانا عايزكم تتخيلوا كده ان احنا عندنا حضانه، عايزين في الحضانه دي نعمل قصص للاطفال اللي موجوده. احنا هنولد اصلا القصص دي كلها باستخدام الذكاء الاصطناعي. دلوقتي احنا عايزين نطبق كل الحاجات اللي احنا قلناها دي في برومبت. تعالوا كده نشوف البرومبت ده. قول له بصفتك خبير في التعامل مع الاطفال. هنا انا اديته البرسونا، انا عايز الشخصيه او الدور اللي يلعبه ان هو خبير في التعامل مع الاطفال. اقترح عليا افكار لقصص اطفال. هنا اديته تاسك. طبيعي انت لو بتيجي تكتب هتقول والله اقترح عليا افكار لقصص اطفال وبتسكت. لا، البرومبت عندنا بقى هيكون المره دي البنيه بتاعته مختلفه، لنعلم الاطفال بعض الاشياء المفيده او الصفات الحميده. هنا انا بديله السياق بقى. طب انا القصه دي هدفي منها ايه؟ ان انا عايز اعلمه حاجه، فانا هنا بقول له يجب ان تكون القصه بسيطه وسهله وممتعه. انا هنا اديته التون، انا عايز القصه تكون بسيطه وتكون سهله وتكون ممتعه. ده السياق او دي الطريقه اللي هو هيتكلم بيها. بقول له والله انا عايز القصه دي تكون مناسبه لسن من 8 ل 15 سنه. هنا ده جزء من السياق او الكونتكست. انا هنا بديله معلومات اضافيه. بقول له يجب ان تكون الافكار مناسبه للثقافه العربيه. انا هنا برضو بديله جزء من الكونتكست. وبعد كده بقول له اعطيني الافكار على شكل نقاط. ده بقى الفورمات بقى. انا عايز والله الناتج اللي انا متوقعه يكون كذا. هنا البرومبت اللي احنا كوناه سوا اديناه لشات جي بي تي. تعالوا نشوف النتائج هتبقى عامله ازاي. اول حاجه لقيناه من ضمن القصص بتاعتنا فعلا على شكل نقط ومرقمهم لنا من 1 لحد 10 تقريبا. انا شايف ان الفكره الثالثه دي حلوه، بالذات ان احنا الفتره دي اولادنا بيقعدوا على الموبايلات كتير، فتعالوا نجرب الفكره دي. هنا بقى هنكتب البرومبت بتاعنا التاني، وهو بصفتك كاتب قصص قصيره محترف، اكتب لي القصة رقم 3 والتي تتحدث عن. ساعتها هناخد شرح القصة ده كوبي من الرد بتاع شات جي بي تي، ووضح له ان القصة هتبقى عبارة عن مشاهد قصيرة، وان القصة عبارة عن 8 مشاهد بس، والقصة بتعتمد بشكل كبير على تجسيد صورة لكل مشهد عشان احنا بعد كده هنولد الصور دي. وانا عايزكم بقى تكتبوا لي في الكومنتس او انكم يعني ده يبقى تاسك عليكم كده، تحددوا لي تقولوا لي ايه الحاجات اللي استخدمناها من المبادئ اللي احنا شرحناها من شويه. فهنا هنلاقي ان هو طلع لنا القصة، طبعا عمل لنا 8 مشاهد زي ما احنا عايزين. والله احنا شايفين ان القصة دي كويسة، يعني فعلا طالعة بالمواصفات اللي احنا عايزينها. تعالوا بقى اقول لكم ازاي احنا هنحول القصة دي من قصة مكتوبة قصة ينفع ان احنا نطبعها ونوزعها على الاولاد عندنا في الحضانة اللي احنا عايزين نعملها دي. احنا دلوقتي عايزين بدل ما احنا نكتب برومبت نولد بيه كل صورة او كل مشهد من الثمان مشاهد بتوعنا، احنا هنستغل الاي اي وهنخليه هو اللي يكتب البرومبتس دي. فهنا والله انا هقول له بصفتك
خبير في صناعة الكرتون ومشاهد الأبطال، خبير في البرومبت انجينيرنج. على فكرة انت ممكن في البيرسونا تديله ان هو خبير في كذا حاجة، يعني مش لازم مجال واحد. ده كده البيرسونا. في التاسك بقى بقول له اكتب لي برومبت بالانجلش لتوليد كل مشهد من مشاهد القصة. هنا انا اديته التاسك، والله انا عايز برومبت بالانجلش. فانا هنا بقول له بقى البرومبت ده لازم يبقى دقيق جدا ومفصل بحيث يكون شكل الشخصيات في كل مشهد متشابه. هنا انا اديته الكونتكست او السياق، انا عايز والله ان الشخصيات في كل مشهد يكونوا متشابهين. يجب ان يكون نوع الرسم المستخدم شبه الكرتون او ستايل بيكسر. هنا انا اديته الاكزامبل بقى، يعني انا في البرومبت اللي فات اللي انا شرحته لكم ما اديتوش فكره الاكزامبل، انا هنا اديته مثال، اديته ستايل، انا عايز مثلا شبه ستايل بيكسر، وده ستايل على فكره 3 دي كده مستخدم في الكرتون يعني. وبقول له والله انا عايز المشهد يكون عباره عن صور افقيه. هنا اديته الفورمات بقى، يعني عشان قلت له دلوقتي انا عايز الستايل يبقى ثابت، فهو اداني زي جنرال برومبت كده، ده لازم احطه في اول كل صوره، اداني كل مشهد لوحده. لا طب انا مش عاوز كده، يعني انا مش عاوز يبقى فيه برومبت ثابت كده، انا عايز كل واحد والله مختص بذاته. هنا والله انا بقول له خلي كل برومبت في كل مشهد بيحتوي على المعلومات الاساسيه اللي هو محتاجها، من غير ما نستخدم برومبت جنرال يعني، عشان بس ايه ما يبقاش البرومبت كبير قوي. فهنا انا هخليه يعدل الثمان مشاهد كلهم. بالمناسبه نيجي هنا برضو اللي ببدا من مبادئ الاي اي. انت دلوقتي طالما قلت لك ناتج انت مش عايزه، فانت بتطلب من الاي اي ان هو يعدله. تلاقيني كاتب لك هنا في النوتس ان من ضمن الحاجات المهمه وانت بتتعامل مع الاي اي هي انك تجرب وتقيم وتعدل. انت بتجرب تكتب برومبت، فلما بتجيلك نتيجه انت بتقيم النتيجه دي تشوف هي عاجباك ولا لا. لو مش عاجباك بتطلب من الاي اي ان هو يعدل لك الناتج اللي هو طلعه. احنا بقى هنبدا نولد صوره لكل مشهد من دول، فاحنا هننسخ والله اول برومبت ونروح نجرب نولد الصورة بتاعته. واحنا النهارده بقى هنجرب نكريت الصور دي بموقع اسمه LTX. هيجيب لكم اللينك بتاعه في الملف بتاع الماتيريال. هتدخل تسجل عادي بجوجل اكونت، هتلاقي عندك كده جنريت ايمجز، هي دي اللي احنا عايزينها. هتديله بقى اول برومبت شات جي بي تي اداهولك اللي هو بتاع توليد صورة اول مشهد، هناخده من هنا كوبي وهنروح هناك نحطه. فهنا الموقع في اول مرة بيولد لنا صور عشان احنا بعد كده هنختار أي واحدة منهم هتعجبنا أكتر وهنكمل عليها. فمثلا أنا الصورة دي عجبتني فهحملها، تقدر تحملها بكل سهولة، وهسحب الصورة دي هاخدها أحطها كريفرنس. هنا الموقع لو أنت عايز تكمل باقي الصور بنفس الستايل فأنت ممكن تحط له لحد صورتين ريفرنس ده اللي هو أنا عايز الصورة شبه دي كده، يعني خد من الستايل ده. فانا سحبت الصوره دي وانا عايزه يكمل بنفس الطريقه. وهنروح دلوقتي بقى ناخد البرومبت بتاع المشهد التاني من شات جي بي تي ونولد الصوره بتاعت المشهد التاني. مسحنا البرومبت بتاع المشهد التاني اهو من شات جي بي تي. بعد كده بقى كل مره بيولد لك 3 صور، هنختار منهم واحده تحملها. عجباني الصوره دي فهختارها، وممكن كمان اسحب الصوره دي كريفرنس برضه بجانب الصوره اللي موجوده، يعني زي ما قلت لك هو بيسمح لك بصورتين ريفرنس. ويلا نروح نولد المشهد التاني. فدلوقتي طلع لنا الصوره اللي فيها المشهد انها بتلاقي فيه الساعه، فانا والله هاخد الصوره دي واحطها من ضمن الريفرنس، اغير صوره من الموجودين بتاع عشان لو في مشهد تاني فيه صوره الساعه تبقى الساعه شكلها ثابت، تبقى بنفس الشكل اللي في المشهد. دلوقتي بقى هنولد باقي المشاهد بسرعه عشان ما اطولش عليكم، وهولد باقي المشاهد وارجع لك. دلوقتي احنا ولدنا ال8 صور بالكامل، فاحنا بقى عايزين ان احنا نجمعهم مع بعض. هنفتح موقع كانفا وهنسجل جوجل اكونت زي ما حودنا، وهكتب هنا في السيرش ستوري بوك كيدز، اللي هو انا عايز والله كتب لقصص اطفال. هيدينا كذا ديزاين هنختار منهم اي واحد نشتغل عليه. في هنا تصميم بسيط انا هختاره، انا شايف ان التصميم ده ممكن يكون مناسب فهستخدمه. بالمناسبه هتلاقوا في تصاميم برو وتصاميم عاديه، فعادي هتلاقوا يعني اللي انتم محتاجينه في التصاميم العاديه برضو. على الجنب بقى هنا هتلاقوا في حاجه اسمها التحميلات، فاحنا هنا هنضيف ال8 صور بتوع ال8 مشاهد من القصه اللي احنا ولدناهم بالاي اي. هندوس هنا تحميل الملفات وهنحملهم وارجع لكم. دلوقتي انا حملت الصور، فاحنا هنسحب صوره اول مشهد وهنعينها كخلفيه. هندوس عليها كده هنلاقي في حاجه عندك تحت اسمها استبدال الخلفيه، كده احنا عيناها. بالنسبه بقى للصور دي احنا مش عايزينها، احنا والله عايزين السحابه اللي هي موجوده دي وعايزين نكتب النص بتاعنا. فتعالوا نغير مكان السحابه كده، ممكن نعمل لها بس انعكاس بحيث انها تكون مناسبه يعني للصوره. تعالوا نكبرها شويه، وكمان الصورة دي ممكن نظبطها لو دوسنا عليها مرتين هيدينا ان احنا نتحكم في الحجم بتاعها. فانا حابب ان انا ادي مساحة كده ما بين الشخصية وما بين السحابة اللي موجودة دي. بعد كده هناخد النص بتاعنا وهنحطه جوه السحابة وندخل بقى لشات جي بي تي. فاكرين السكريبت اللي كان موجود لل8 مشاهد؟ هناخد كل واحد منهم وهنحطه هنا اهو، ده اول مشهد. هنبدأ نظبط الحجم بتاعه، نلاقي فوق هنا كده خطوط، ممكن نغير الخط برضو. كده انا شايف ان الدنيا كده تمام. هنبدأ بقى نعمل باقي المشاهد.
تعالوا ندخل على الصفحة التانية اللي بعدها. هنبدأ برضو نشيل الحاجات اللي احنا مش عايزينها دي، ديليت عادي جدا. وهناخد الصورة التانية، لو احنا حطيناها في الجنب كده بتتبدل على طول كباك جراوند من غير بقى ما نعمل اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت. لو شايفين السحابة دي شكلها مش حلو، احنا ممكن نغيرها على فكرة. تعالوا نشيلها وهنكتب هنا في العناصر، هنسرش. هي والله السحابة دي اسمها تكست كلاود، اللي هي سحابة نصية يعني. هنكتب وهنسيرش عليها وهنلاقي طبعا لنا اكتر من شكل، هنختار الشكل اللي يعجبنا. ممكن الشكل ده نثبته في باقي المشاهد. دلوقتي تعالوا نعمل حركة حلوة. تعالوا احنا هنمسح كل الصفحات اللي احنا مش عايزينها دي. لو احنا عايزين نعمل صفحة جديدة ممكن ننسخ واحدة من اللي عندنا، هندوس كنترول دي هتتنسخ، حتى هيبقى نفس الخط موجود ونفس السحابة ونفس كل حاجة. وهنفضل بقى نكرر العملية لحد ما نخلص القصة دي. دول ال8 مشاهد بتوعنا. تعالوا بقى نتخيل ان احنا عايزين نعمل لوجو للحضانة بتاعتنا. يعني احنا دلوقتي عرفنا ازاي نعمل قصص، عايزين بقى مثلا نعمل لوجو. اللوجو ده نثبته في كل القصص اللي هنعملها. هنروح لحبيبنا شات جي بي تي، نديله البرومبت ده، قول والله بصفتك مصمم جرافيك اديني افكار ان انا اعمل لوجو احترافي لحضانة اطفال. طب انا دلوقتي انا واحد مش فاهم في الجرافيك ومش عارف اديله ايه التفاصيل بالظبط. هنا بقى زي ما قلت لك، انت هتسال الاي اي وهتخليه هو يقول لك اللي محتاجه. هنا بقى بقول له ايه، بقول له ممكن تسالني عن المعلومات اللي انت محتاجها. فهنا بقى بما ان احنا مش عارفين حاجه عن الجرافيك، فاحنا هنطلب من الاي اي يقول لنا اللي هو محتاجه. فهو والله مديك 7 حاجات اهم، 8 حاجات: حضانه، الفئه العمريه، القيمه والرساله، مش عارف ايه. تاخد كل الكلام ده بتاعه كوبي وهتبدا بقى ترد على كل حاجه منها. كمان هو بيديك اقتراحات، فانت ممكن تستخدم الاقتراحات دي او انت تغيرها يعني. فانا هنا مليت بقى الحاجات اللي هو سالني عليها واديته البرومبت. هو اداني اكتر من فكره، هختار منهم فكره برضو خليه يولدها بنفس الطريقه بتاعت المره اللي فاتت. فهنا هو ولد البرومبت اللي عمل اللوجو. المره دي بقى احنا هنستخدم موقع مختلف، هنستخدم موقع ليوناردو اي اي. ده هيكون احسن في اننا نعمل لوجو. هتجيت ستارتد عادي جدا، وبعد كده هتسجل لجوجل اكونت زي ما اتعودنا. هندوس بقى احنا والله هتلاقي في حاجات كتير بس احنا عايزين نولد صوره، فهندوس على ايمج. هتلاقي عندك في الواجهه مكان تكتب فيه البرومبت واعدادات كده في الجنب. فاحنا والله عايزين نستخدم موديل كويس. هو الموقع بيديك كذا موديل، فانت هنا اول حاجه بنحدد الموديل. تعالوا احنا هنختار موديل كويس جدا في موضوع اللوجوهات دوت، هو الموديل ده. فوالله طلع لنا لوجو اهو. كمان هو زي ما قلت لكم هو مناسب للثقافه بتاعتنا، هتلاقوا الاطفال هنا محجبين. فكده احنا عملنا اللوجو. طيب دلوقتي يا عمنا ده مواضيع بقى، بندخل نعمل صورة ونولد صور وندخل على كانفا. طب مفيش حاجة تخلص بيها الموضوع ده كله من مرة واحدة. الحقيقة في تول جديدة نازلة من جوجل جيميناي، تعالوا كده نجربها سوا. هتكتب في السيرش عادي جيميناي وهتدخل تيجي هتدوس على ال3 شرط اللي فوق دولت، هتلاقي حاجة عندك اسمها ستوري بوك، بص عليها. وهناخد بقى هننسخ ال10 مشاهد اللي شات جي بي تي كتبه لنا وهنحطهم في التول دي، وهي هتطلع لنا القصة بالكامل مكتوبة بقى بصورها بكل حاجة. هي تقريبا خلاص حملت اهي. هو قصة سر الساعة السحرية طلع لنا 10 صفحات، فهي عاملة زي فعلا زي كتاب كده أو بوك. فيها ناحية السكريبت اللي احنا كنا كاتبينه وناحية فيها صوت. الحقيقة هي طول قوية برضو، لو انتوا يعني مش حابين اننا نعمل الموضوع ده واحدة واحدة، دي طول دي ممكن تلخص علينا الدنيا. ممكن كمان نعمل شير لو حد عايز يفتحها من الموقع. كمان ممكن ننزلها كبي دي اف لو عايزين مثلا نطبعها بعد كده او حاجة. وبكده احنا خلصنا السيشن بتاعت النهاردة. تلاقوا بقى في الملف اللي انا بعته دوت البرومتس اللي احنا استخدمناها، وشرح لكل عنصر من العناصر ال6 اللي احنا بنكون بيهم البرومبت بتاعنا. وكمان هتلاقوا لينكات التولز اللي احنا استخدمناها، وهتلاقوا الكونكشنز بتاعتي. فاستنوا بقى الحلقة الجاية.